بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بحب أوجه رسالتين لقادات الجيش الوطني. أول رسالة لازم يكون ولاءكم للثورة السورية فقط وللحاضن الثوري فقط، ما يكون الولاء لا لدول أجنبية ولا لأجهزة مخابرات ولا لأي جهوي كان. طبعا طالما أنتم حملتوا هم الثورة وحملتوا علم الثورة وتبنيتوا تحقيق أهداف الثورة، فما لازم يكون ولاءكم لأي جهوي ولا لأي جهة كانت. الولاء لازم يكون للثورة السورية من داخل المقرات تبعكم ومن داخل المكاتب ومن داخل نقاط الرباط اللي انتم مسيطرين عليها. الرسالة الثانية الرحمة لشهدائنا اللي سقطوا بأحد مناطق ريف مدينة الباب. طبعا نحن ما بنحمل قسد كل المسؤولية عن قتل شبابنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبلها من الشهداء، بقدر ما بنحمل المسؤولية قسم من المسؤولية لقادات الجيش الوطني اللي حقيقة مهملين وضع الجبهات بشكل كتير كبير. ما بتفقدوا نقاط الرباط، ما بتفقدوا المجاهدين، ما بيعرفوا شو ناقصهم، ما بيبنوا المتاريس الحقيقية، ما بيقدموا لهم وسائل الدعم والصمود اللي لازم انه يستخدموها اثناء تسلل العدو على نقاط الرباط تبعهم، وبنفس الوقت ثباتهم وصمودهم بين ما توصل المؤازرات. رسالتنا الاهتمام بالمرابطين وتقديم العون لهم وتقديم كل ما يلزم لثباتهم ولصمودهم بوجه أي تسلل أو غدر قد ينشأ من قبل الأعداء.